السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو جديد معاكم. عايزه اقول لكم ان انا هنا بحمر بصل عشان هعمل رز اسكندراني، رز بالعدس الاصفر. طبعا البصله تحمر كده تصفر معاكي، تقوم هنزل عليها بقى بالرز والعدس، تكوني غسليه طبعا، غسلاه ومنضفاه. وتشوحيه تشويحه كده هو، وبعدين تديله مقدار الميه بتاعه الرز، ما تكتريش ميه عشان العدس ما يتهريش منك، وكمان عشان خاطر العدس ما بيستوي بسرعه، يعني ما بياخدش سوا. هو مقدار الميه مقدار الرز. تحطي بقى ملحك وشويه كمون وتوطي عليه بقى، سيبيه يستوي مع نفسه. تزعلوش بقى انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات عشان ما ساعات ما بعرفش انزل يعني وكده. هنا عايزه اقول لكم ان انا هنا بقى بعمل له صلصه بالثومه كده والخل، وبتبقى جميله جدا جميله. او في ناس في اسكندريه هنا بيعملوا له بيض، بيعملوا بيض مدحرج جنبيه. انا قليب بطاطس، وهعمل بتنجان كده بالدقه جميل كده، والطماطم بيبقى حلو يعني. وبألف هنا حبايب قلبي، وتعالوا بقى كلوا معانا لقمة هنية كافيه 100. ما تنسوش تصلوا على الرسول يا حبايب قلبي، وما تنسوش بقى اللايك والشير، اي كومنت بقى كده، وشيروا الفيديو كده عشان القناة تعلى بيكوا كده حبايب قلبي. هنا بقى الصلصة المطومة بقى خلاص كده، التوم يا دوب بيصفر، تنزلي عليه بالخل وتشي بقى بالطماطم، وتسيبيها تتسبك عادي، وتنطر قدامها بقى. اول ما تنطر قدامها هي كده خلاص اتسبكت، بتبقى طعمها جميل، زيها زي فتة اللحمة، الصلصة اللي هي بتاعت فتة اللحمة. عذرا معلش، الكحة بقى عاملة عمايلها معايا. بتحط عليها الفلفل الاسود وملح، متحطيش اكتر من كده، ما بتحتاجش بهارات اكتر من كده. طبعا بقى هنقلها على العين اللي هناك، واولع بقى ايه على البطاطس والبتنجان عشان يخلصوا مع بعضهم. اهو هنا بقى بوريكم ان ايه الرز بالعدس او الكشري على عين اهو، والبطاطس والبتنجان على عين، والصلصة على عين. يعني ايه، ما توقفيش نفسك، اللي تخلصين قليه على عين تانية، وشغلي نفسك ايه على العين القريبة معاكي، تلاقي ايه الحاجة كلها خلصت في وقت واحد. وبألف هنا حبايب قلبي. لكل نصيب ليه في لقمة، ألف هنا. اتفضلوا بقى، بص ده الشكل النهائي بقى بعد ما خلصت بقى. اتفضلوا معانا لقمة هنية كافيه 100. السلام عليكم يا حبايب قلبي.